السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة الفيديو مختلف شوية، بس طلع يا بنات عشان طالبة منكم انكم ادعولي كتير قوي 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 بفك الكرب. ادعولي كتير قوي 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 ان ربنا يطلعني من المحنة اللي انا فيها دي على خير. ادعولي كتير قوي قوي ان ربنا ينصرني كده ان شاء الله على اللي انا فيه، وربنا يحفظني ويحفظ بيتي ويحفظ ولادي وزوجي، اللهم امين يا رب العالمين. مش عارفه ابتدي معاكم ازاي ولا اقول لكم ايه، بس انا غايبه عنكم بقالي فتره طويله. حابه ان انا اطلع معاكم كده وفضفض معاكم شويه، وكمان اطلب منكم ان انتوا تدعولي كتير قوي قوي. بجد انا في امس الحاجه لدعواتكم. زي ما انتم شايفين كده الدنيا عندي يعني مقلوبه حرفيا. ما بعملش حاجه خالص، ما بمدش ايدي في اي حاجه نهائي. ممكن بس البنات بخليهم مثلا يعدلوا الانتريه، حاجه في الارض يشيلوها، وهنا نفس النظام، هما برضو مش بيعرفوا يعملوا قوي. ولكن زي ما انتم شايفين يعني الشقه متبهدله واكتر من كده كمان. فانا لو كنت سبت لكم الموضوع على الطبيعه كمان كنتوا هتشوفوا اكتر من كده وكنتوا هتتصدموا. بصوا هنا الغرفه بتاعت البنات كمان، يعني زي ما انتم شايفين الدنيا بجد مقلوبه. فانا مش عارفه بجد اقول ايه ولا ابتدي ازاي. بس بجد ما بقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يبص لحد بعين وحشه، يبص له ببصه مش حلوه، ببصه لزوال نعمه، ببصه لخراب بيت، ببصه ان هو يأذيه او ان هو يتمنى ان حياته تتدمر. فانا بمر بظروف صعبه جدا جدا، مخلياني مؤثره عليا، مؤثره على بيتي، مؤثره على حياتي، مخلياني فعلا زي ما انتم شايفين انا مش قادره اعمل حاجه، ماليش نفسي اعمل اي حاجه خالص. انا شايفاكوا بص، يعني مورياكوا كل حاجه على الطبيعه، كل حاجه زي ما هي. انا بقالي فتره طويله جدا جدا مش بعمل حاجه خالص خالص في البيت. الشقه زي ما انتم شايفين كده مقلوبه وحالها يعني لا يسر عدو ولا حبيب بجد. ف انا بمر يا بنات بفتره صعبه قوي قوي. أه هتقولوا لي ايه سبب اللي انتي فيه ده يا ولاء؟ هقول لكم. بصوا يا بنات، انا من فتره كده كانت بنتي تعبت، وكنت نزلت لكم فيديوهات. بنتي قعدت حوالي 10 ايام ما بتاكلش ما بتشربش ما بتتكلمش، مش قادره تتكلم ولا تاكل ولا تشرب، عياط متواصل، ما بتنامش لا ليل ولا نهار. كنت في حاله صعبه جدا جدا، قعدت 10 ايام متواصلين. فكنت بحلم باحلام غريبه جدا جدا. فكلمت بابايا وبقيت احكي له على الاحلام دي. فلما حكيت لبابايا على الحلم، هو ليه صحاب، ليه مشايخ يعني وكده، وليهم في تفسير الاحلام، فهو قال لهم على الحلم والشيخ فسره وقال له بنتك في عين وحشه يعني متملكه منها، وهي محسوده، والحسد جه على بيتها كله وعلى عيالها، واللي بنتها فيه ده بسبب العين او بسبب الحسد اللي هي واخداه. فقعدنا مع الشيخ وقلت له كمان انا حياتي حاساها غريبه. انا حياتي يا بنات واقفه تماما، مش عارفه اعمل حاجه خالص، ولا قادره اعمل حاجه، ولا نفسي اعمل حاجه، لدرجه ان انا حاسه بكره شديد جدا جدا لشقتي ولبيتي، ومش عايزه اقعد في الشقه ولا عايزه اعمل فيها اي حاجه. زي ما انتم شايفين ماليش نفسي اعمل فيها حاجه خالص، ولا مد ايدي في اي حاجه خالص في البيت. فمأثرة عليا، مأثرة على بيتي، مأثرة على حياتي، مأثرة على عيشتي. بجد مش عارفة اقول ايه ولا اعمل ايه. بصوا كمان المطبخ عندي، بصوا الدنيا في المطبخ عاملة ازاي، بصوا كده. يعني انا بجد مش عارفة اقول ايه بجد حقيقي. يعني شايفين المواعين، شايفين الدنيا. اول مرة يوصل بيا الحال ان انا اسيب الدنيا كده، اول مرة بجد. فزي ما انتم شايفين كده الدنيا عندي واقفة تماما تماما. فانا الشيخ كمان قعد معايا واتكلم معايا، ولما قعدت معاه وحكيت له عن اللي انا بحس بيه، وحكيت له عن اللي انا الاحلام اللي انا بشوفها وكده. فما تستهونوش باي حلم تحلموا يا بنات، اي حلم انتوا حاسين بيدل على حاجه يعني روحوا لشيخ احكوا له على الحلم بتاعكم، افهموا الحلم بيفسر لكم ايه.
لان انا عرفت من خلال احلامي، يعني انا حلمت بقى والخنقه اللي انا فيها والتعب والنفسيه التعبانه والكلام ده. ولما حكيت له بقى على كل حاجه قال لي انت في عين، يعني في حسد متوجه ليك انت، بنية بقى خراب بيتك، وبنية حقد على حياتك وعيشتك وتفرقة بينك وبين زوجك، وان انت كل اللي انت بتحسي بيه ده شيء طبيعي جدا جدا من العين انت واخداها. انت واخده عين قويه. الحمد لله. بصوا يا بنات، عارفه ان في ناس تقول لي دلوقتي التزمي بالرؤيه الشرعيه، الرقيه الشرعيه، والتزمي بقراءه القران والاذكار. انا الحمد لله الحمد لله انا ما فيش فرض بيفوتني ابدا، القران دايما في بيتي، بشغل الرقيه الشرعيه على طول. بشغل القرآن دايما عندي في البيت على طول، بنقرأ دايما قرآن في البيت. أنا زوجي اللهم لك الحمد يا رب بيقرأ قرآن دايما، لأني كمان هو بيحفظ القرآن ما شاء الله، ربنا يا رب يثبته، فبيحفظ القرآن، فدايما القرآن عندي في البيت. بناتي بيحفظوا القرآن برضو. فالحمد لله يا بنات انا علاقتي بربنا كويسه اللهم لك الحمد. وانا سالت الشيخ في النقطه دي، قلت له طب يعني الحمد لله انا واحده عارفه ربنا، بصلي، ما بسيبش فرض، يعني الحمد لله انا قريبه من ربنا جدا، فازاي حاجه زي كده تحصل لي يعني، وحاجه زي كده تبقى متملكه مني للدرجه دي؟ قال لي بصي، لو شيخ يعني حافظ القران كله وما بيفوتش فرض وصلاه الفجر وكل حاجه وتحسين وكل حاجه، والحسد يجوز فيه عادي جدا ويحصل له زي ما انت ما بيحصل لك كده بالظبط. فانا كنت مستغربه، قلت له انا حاسه ان لا، يعني حاجه زي كده كانت ممكن تبقى لواحد بعيد عن ربنا او حد بعيد عن ربنا، ولكن الناس اللي قريبه من ربنا سبحانه وتعالى دي صعب جدا ان حاجه زي كده تحصل لهم. فقال لي لا، الحسد يعني اي حد يتحسد ويحصل له اللي انت فيه ده بيحصل له على طول، حتى لو شيخ حافظ القران كله وختمه وبيصلي الفجر حاضر وكل حاجه. قال لي يجوز في الحسد عادي ويتحسد ويحصل كل اللي انت بتحكيه ده عادي جدا. فده ملوش اي علاقة ابدا بان انا مثلا قريبة من ربنا او بعيدة عن ربنا او الكلام ده خالص. ده بيبقى سبحان الله، يعني هي بتبقى عين وحشة كده، او حد بيبصلك بصة وحشة او بينظرلك بصة وحشة، فبتحصل كده، فاهمين؟ لان بيقولك البني ادم اللي بيحسد ده هو بيبصلك بصة، فسبحان الله بيطلع من عينه زي شعاع كده، بيبقى بيصيبك، بيبقى دم بيتسخر فيه على طول جن حاسد. يعني البصة الوحشة دي بتسخر على طول جن حاسد، فهو اللي بيقلب حياتك وبيعمل فيكي كل ده. فاللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. انا مش طالبه منكم غير الدعاء، ادعوا لي يا بنات ربنا يفك كربي ويطلعني من المحنه اللي انا فيها دي على خير. عايزه ارجع لحياتي الطبيعيه تاني، حاسه ان انا متدمره حرفيا، حاسه ان حياتي واقفه تماما تماما، مش بعمل حاجه، ليلي زي نهاري، حياتي كلها كل يوم بيعدي شبه اللي قبله واللي بعده وكله شبه بعض. حاسه ان انا مفيش حاجه خالص، رغم ان انا الحمد لله دايما بصلي، بحصن نفسي دايما، القرآن دايما بشغله كل يوم، ولكن انا يعني اللهم لك الحمد، الشيخ طبعا مديني حاجات كتير، ميه كده يعني اقرا عليها قرآن وحاجات كتير قوي بعملها، منتظمه فيها الحمد لله وبعملها. فانا محتاجه دعواتكم، طلعت بس عشان خاطر اطمنكم عليا، اقول لكم انا بقالي فتره غايبه عنكم ليه، واطلب منكم انتوا تدعوا لي برضو بظهر الغيب، كل اللي بيحبني يدعي لي كده بظهر الغيب، لعل يكون في اي واحده منكم قريبه كده من ربنا سبحانه وتعالى وربنا يتقبل منها. ما بقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد يبص لغيره بنظره حقد او نظره اذى ليه او زوال نعمه من عنده، او يبصله بصة مش كويسة. حسبي الله ونعم الوكيل، بجد حسبي الله ونعم الوكيل. بتستفادوا ان انتوا بتخربوا بيوت، بتوقفوا حياة الناس، بتدمروا حياتهم وعيشتهم، بجد حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش عارفة الناس دي ليه كده، يعني انا عن نفسي الحمد لله في حالي، ماليش دعوه بحد ولا لي علاقه بحد ولا عمري ببص لعيشه حد. انا في حياتي في بيتي ما بخرجش خالص غير اليوم اللي بروح فيه عند والدتي، يوم في الاسبوع او كل 10 ايام او كل اسبوعين، ما بشوفش الشارع اصلا، ماليش دعوه بحد، ماليش علاقه بحد، ولا بتكلم مع دي ولا بتكلم مع دي ولا لي علاقه بحد ابدا. فسبحان الله ما تعرفوش، حتى وانتي في حالك برضو بتلاقي برضو اللي يبصلك برضو ويبص في عيشتك ويبص في حياتك. فبجد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اتمنى منكم كلكم الدعاء، ادعوا لي بالله عليكم، ربنا يفك كربي ويطلعني من المحنه اللي انا فيها دي على خير، وافوق لنفسي وارجع لبيتي وحياتي زي ما انا، لان بجد انا خلاص عندي كره شديد جدا جدا في البيت، عايزه ان انا اسيب بيتي وما اقعدش فيه خالص، بجد يعني
مش عارفة اقول ايه. انا طلعت بس عشان اقول لكم ان انتوا كلكم تدعوا لي كده وتقفوا جنبي يعني وتساعدوني. فدعواتكم دي ان شاء الله هي اللي هتقف جنبي بامر الله وتخفف عني وربنا يا رب يتقبل منكم، اللهم امين. وما تجربوش ابدا ابدا اللي انا فيه، لاني احساس صعب قوي 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 بجد قوي، مهما كان البني ادم قريب من ربنا قوي. فسبحان الله حاجه زي كده بتاثر فيه بشكل فظيع فظيع. فربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بيوتكم واولادكم وازواجكم، اللهم امين يا رب العالمين. وما تشوفوش اي حاجه وحشه ابدا ابدا، ولا تجربوا ولا تمروا بالظروف اللي انا فيها دي ابدا ابدا. ادعوا لي ان شاء الله ارجع معاكم قريب، واكون معاكم قريب ان شاء الله، وارجع لبيتي وحياتي الطبيعيه تاني من اول. وان شاء الله ان شاء الله كده ربنا يفك كربي بامر الله، واكون معاكم قريب يا بنات. ادعوا لي كتير قوي قوي، لاني بجد حاسه ان انا حياتي واقفه، حياتي واقفه بجد. فاتمنى منكم الدعاء، وشيروا الفيديو يا بنات، شيروا الفيديو عشان الكل يدعي لي، وربنا يتقبل منكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اشوفكم على خير قريب جدا ان شاء الله. ادعوا لي. مع الف سلامه.